اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله جاي لكم فيديو جديد خالص هيعجبكم جدا جدا. اول مره اعمل الفيديو ده على القناه. هنعمل مع بعض الوافل بس بطريقه او بشكل مختلف عن الشكل اللي انتم متعودين عليه. هندخل في المقادير على طول كده. كان معايا 400 جرام من الدقيق، ومعلقة ونص كبار من السكر، نص كوباية من الزيت، نص كوباية من الحليب، وطبعا المية، ومعايا 2 بيض والفانيليا، ومعايا باكت بس من البيكنج باودر. اول حاجة هننزل بيه الفانيليا على البيض، وبعد كده هنحط بقى اول حاجة في البولة هنحط البيضتين، وبعدين هننزل بيه السكر اللي هو معلقة ونص كبار من السكر، او معلقتين، ممكن تخليها معلقتين مش هتفرق يعني. لو انتوا بتحبوا السكر يعني يبقى يعني زيادة شوية. انا بس حطيت معلقة ونص علشان لسه الصوص اللي احنا هنحطه على الوافل من في التزويق يعني، فكفاية لان فيه سكر بيبقى زيادة شوية. وبعدين بعد ما حطيت البيض والسكر نزلت بيه الزيت، هنقلب كويس بالمضرب، مش محتاجين مضرب كهربائي يعني، فهو بالمضرب العادي كده او بالمعلقة كمان عادي هتعمليها بكل سهولة. وبعدين نزلت بنص كوباية من الحليب، وبعدين هننزل بالمية. المية طبعا هكون بالتدريج، يعني ممكن ناخد كوباية، ممكن تاخدي كوباية ونص، كوبايتين، على حسب نوع الدقيق اللي معاكي، وهوريكي السمك اللي احنا عاوزينه دلوقتي. نزلت بالدقيق وحطيت معلقة كبيرة من البيكنج باودر، طبعا معلقة كبيرة يعني باكت من البيكنج باودر. وبعدين هنبدأ بقى اللي احنا نزود فيه المية لحد ما العجينة بصي هتفك معانا، وعايزين نوصل للقوام اللي هو بص، ولا يبقى تقيل قوي ولا يبقى خفيف يعني سايل قوي، هيبقى وسط في المظبوط كده اهو زي ما انتم شايفين بالظبط. انا بالظبط الدقيق ده خد معايا سوايل يعني مية، غير الحليب خد كوبايتين من المية على نص كوباية من الحليب، ممكن يختلف من نوع دقيق للتاني. بس كده جاهز معانا. هنجيب بقى المكنة بتاعت الوافل، اي مكنة بقى، ممكن تجيبي المكنة اللي هي بتبقى الشكل اللي هو التقليدي اللي هو موجود، اللي بيبقى كله مربعات مربعات كده، ممكن تجيبي المكنة دي. بس اول حاجة هندهن المكنة بتاعتنا زيت، لازم ندهنها زيت علشان ما تلزقش فيها، تطلع بسهولة يعني وتاخد لون كده يبقى جميل. وبعدين بقى هنجيب، انا صراحة حطيت اول مرة كده بالكوبايات اللي هي المعيارية، بس ما معرفتش ان انا اوزع كويس العجينة على يعني في قلب المكنة، فحسيت ان انا مش واخدة حريتي. فهجيب في المرة التانية بقى هنستخدم بالمعلقة، يعني المعلقة عادية كده، وهتملي المكان اللي هو بيبقى مفرغ كده في قلب المكنة، هيبقى فيها مكان مفرغ كده يعني في اشكال. هنحط العجينة بتاعتنا وبعدين هنقفل كده عليها، في لنضة حمرا هنا بتفضل قايدة، اول ما الوافل بتاعنا بيستوي اللنضة دي بتطفي، فمش هنفتح عليها الا لما اللنضة يعني يكون خلاص اتطفت. وبعدين بنفتح عليها. انا مش عارفة اللنضة كانت باينة يعني اللي هي منورة ولا لا. بصوا بقى بعد ما استوى، شايفين اللون بتاعه؟ هو الشكل ده اللي احنا هنعمله من الوافل، مش هنعمل الشكل اللي هو التقليدي اللي هو بيبقى مربعات مربعات كده زي ما انتم عارفين. شايفين بقى الشكل؟ ومش قادرة اقول لكم بجد طعم الوافل ده كان تحفة جدا، يعني كل اللي داق منه قال طعمه جميل، يعني احلى من اللي بره كمان. انا جربت الوافل اللي هو بره ده، يعني جربته مرة واحدة، والحقيقة لقيت يعني حتى الصوص اللي بيحطوه على الوش او النوتيلا اللي بيحطوها على الوافل كده، لا يعني حاجات بسيطة ومش اللي هو برضو. فاحنا عملناه في البيت زي طعم اللي بره، وحاجة نظيفة وانتي عاملاها في البيت. اي نعم مش كل البيوت فيها المكنة دي او مكنة الوافل يعني،
بس انتي لو اشتريتيها فهتفضل معاكي على طول، يعني تستخدميها في اي وقت. وفي مكان وافل كمان بيبقى فيه يعني قطع غيار، بيبقى فيه شكل اللي هو المربعات، وفيه اللي بيعمل الدوناتس، وفيه بيعمل اشكال تانية كتير جدا، مش بيعمل الشكل ده بس. في بيعمل سندوتشات صغيرة كده، بيبقى يعني ايه قريبة من الشكل ده. ففي مكان يعني له استخدامات كتير جدا، مش وافل بس يعني. كل طبعا ما نشيل الوافل بتاعنا بندهن كده دهنة بسيطة من الزيت، وبعدين بنزل بيه المقدار التاني، بوزعها كويس على في قلب المكنة. وساعة ما هتقفلي المكنة ما تفتحيش عليها الا اما تكون خلاص اللنده بتاعتها يعني اتطفت، وكمان هتكون استوت، يعني بدل ما تفضلي تفتحي وتقفلي تفتحي وتقفلي فيها. فهي بتبقى معروفة باللنده الحمراء دي، اول ما بتطفي خلاص هي كده بتكون استوت خالص، زي ما انتم شايفين كده بالظبط. من غير بقى ولا بقلب الوافل على الناحية التانية عشان ياخد نفس اللون ولا اي حاجة، وبيرتفع معانا. مش قادرة اقول لكم، يعني بحط حاجات بسيطة في قلب المكنة، وكمان بتلاقيه ارتفع معانا كتير، يعني بيتضاعف حجمه عشان احنا حاطين فيه بيكنج باودر. ده كان اخر حاجة اللي هي في المكنة بعد ما خلصتها طبعا. شايفين الشكل بقى؟ مش ده زي اللي بره بالظبط، نفس اللون بتاع اللي بره. هنجيب بقى صوص، اي صوص بقى عندك، مانجا، فراولة، نوتيلا، اي حاجة. ده كان صوص فراولة، هنحط منه كده. وبعدين هنجيب نوتيلا بيضة، نوتيلا بيضة، يعني مخلياها خفيفة شوية، يعني معلقة كده من الزيت، وهتلاقي النوتيلا بقت خفيفة معاكي بنفس النظام ده كده. لو عايزاها تقيلة زي اللي بتبقى بره فما فيش مشكلة، ما تخفهاش بزيت، خليها زي ما هي. ودي كانت برضو نوتيلا بيضة، بس انا كنت حاطة عليها لون يعني عشان اغير بس الشكل بتاعها، مش اكتر من كده. هي مش اي حاجة تانية، هي نوتيلا بيضة برضو. وبعدين حطيت النوتيلا اللي هي الكاكاو دي. بس كده خلصت. ممكن تستخدمي نوع واحد بس من الصوص، مش شرط اللي انت تجيبي يعني كل ده، اللي متوفر عندك واعمليها، مش لازم انت تكلفي زيادة عن اللزوم. انا بس كان عندي الحاجات دي فانا حطيتها. لو هي مش عندي فانا مش هجيب، يعني عشان مخصوص عشان اعمل كده. اي حاجة مشي نفسك واعملي كل حاجة في البيت، ان شاء الله بإذن الله تعجبك جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ أبرار. أسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.